بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعليه. معنا موضوع الرجع للخمر في الآخرة يشرب لنا في الدنيا المطوع. المطوع هذا حق علي البخيتي الذي علم علي البخيتي هذا، يعني كيف هذا حلال والبنات حلال وهذا حلال. شوفوا الأستاذ حق علي البخيتي ايش بيقول. أنا بيتعجب على البخيتي من الذي درسه، وإنه واحد مطوع 20 نتفة ينتف له واحد اللحية نتف. سكر. وتخاف لأنك تسكر؟ لا تخف، فهو حلال. حلال؟ نعم حلال. إذا شربت قليلا من البيرة فلا شيء عليك، اشرب كأسا واحدة من البيرة ولا إثم عليك ما دام الكأس أنا مستغرب هذا لو بيدرسوه وين بيدروا دارين بالقرآن ما قالوا، دارين بسنة رسول الله صلوات الله عليه وآله. كيف أم بيدرسوا هذا الأمة؟ أم بيقروا؟ ألا يشتوا دحس، ألا يشتوا واحد من التفة بتهم من التاف يبعدها بتهم من على وجه الأرض. يعني لا ذي حلال وهذا حلال والكاس حلال الذي يضايقني أريد أن أكمل متعتي. وبماذا تكمل متعتك؟ أكمل متعتي عندما أرى الراقصات يتمايلن أمامك. نعم. فهذا حلال. حلال؟ نعم حلال. سوف أذهب إليه. هيا وأكمل متعتك. رقص الشرقي عبادة، أوليس العمل عبادة؟ والرقص أوليس من الأعمال المحترمة في مجتمعنا؟ إيش من أمة هذولا أن تعلموا وأنجوا هذول الأمة يا رب العالمين. لا متى جايزوا هكذا. هذا العلامة اللي قد لحيته ساعة المكنسة حق الحمامات إيش بيقول؟ يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في طريقي إليه وجدت امرأة فقبلتها. قبلتها؟ نعم. هذا شيء يفرحنا جميعا، فالتقبيل حلال. يعني أنا أقبلك فهذا حلال. تقبلوني يا هذا. أذهب. فلتذهب وقبل من وجدت في طريقك. مع السلامة. شكرا يا شيخ. إن تقبيل الشاب للفتاة أمر هين لين بسيط من اللمم، ويجب علينا ألا نضيق على الشباب والبنات في شأن القبل من أجل التنفيس عن هذا الكبت الذي يعمل في